السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة أرجو إنها ما تزعلناش من بعض، لأني هقول فيها بعض الكوارث. ممكن يكون الكلام ده مخالف لتوجهات وفكر بعض الناس وقناعاتهم الشخصية، لكن ده موقف حصل لازم أقوله علشان خاطر في ناس بتعمل المنتجات بتاعت علم الخيمياء ومعرضة إن يحصل معاها حاجات معينة. لكن الحلقة حصري واللي هيتقال فيها ما اتقالش في أي مكان في العالم. في ناس كتير قوي مهتمة بعلم الخيمياء. طب ايه هو علم الخيمياء ده اصلا؟ العلم اللي كانت بتستند عليه الفراعنه ومصر القديمه والعراق القديمه واليونان القديمه، والمنتجات اللي كانت بتخرج من علم الخيمياء دي كانت ادويه الملوك. والناس اللي مش عارفه يعني ايه قرمص اصلا، القرمص ده دي طريقه ازاي بنستخلص النبات وبناخد فوائده. لكن طريقه الاستخلاص العاديه اللي في العصر الحالي سواء بالكحول او الميه دي بتطلع بس مواد فعاله. طب القرمص بيطلع ايه؟ في علم الخيمياء يا جماعه بيقولوا ان اي حاجه اي نبات له روح ونفس وجسد، وبيقدروا بالعلم ده يفصلوا الروح عن النفس عن الجسد. الكلام ده تخاريف في العصر الحديث. زمان كان عين العقل اللي بعيد ما يعرفش، شايف انه ضرب من ضروب الجهل. ميزه منتجات الخيمياء يا جماعه انها مش مجرد انها بتعالجك وخلاص، لا دي كمان بتعمل لك طاقه غريبه وهالات. في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح ب7 تمرات، يعني اللي بيصحى الصبح على الريق وبياكل 7 تمرات بتحميه من المس والسحر والحاجات دي، لان التمر بيعمل لك طاقه وهاله غريبه. ده التمر العادي اللي موجود عادي اللي ما تعملش عليه اي عمليات تعظم من استفادته. فتخيل بقى النباتات اللي انت بتقدر تعظمها توصلها للمرحله الطاقيه دي، لما بتاخدها بتعمل لك طاقه وهالات عاليه. الطاقه دي ليها ترددات وموجات ممكن تلامس طاقات تانية. ركزوا معايا، في يوم فكرت اعمل قرمص، فاول خطوه من خطوات صناعه القرمص من النباتات هو حرق النبات حرق كامل الى ان يتحول الى رماد، وبعد كده الرماد مع الحرق الشديد يتحول من اللون الاسود للون الابيض. فوانا شغال مع الحرق، طبعا بالمناسبه انا كنت لما اتكلمت على قرمص الملح وزيت الزيتون بالطريقه العاديه فقلت لكم ده قرمص ضعيف شويه، اما القرمص الحقيقي بتحصل عمليات معينه وعمليات حرق وحاجات زي كده، ففي ناس منكم طلبتها فقلت اقدمها لكم وانزلها لكم. المهم يا جماعه حرقت النبات، وبعد ما حرقته وخلصت وانجزت وعملت الرماد وجيت قبل ما انام صليت ركعتين لله ومع شويه استغفار وقرات قران، وبدات قعدت دخلت غرفتي، قعدت على السرير، طفيت النور كالعاده وقعدت اصلي على النبي شويه. فوانا قاعد طفي النور وبصلي على النبي، الاقي يا جماعه ان الاوضه المظلمه دي بلاقي نيران بتتساقط كده. فانا ما تصلوا على النبي يا جماعه، في ايه؟ هو ما فيش اصلا نار قدامي ولا انعكاس النار بتاع الحرق منعكسه في خيالي وبتيجي في عيني بتعمل صور مثلا بتتحرك طول النهار او ارهاق مثلا. فهديت شويه ما ركزتش. طبعا انا الواحد زمان كان قلبه خفيف شويه، طبعا على سنين طويله بتحصل احداث كتيره بقى عادي فطبعا انا قعدت فكملت استغفار وصلاه وبتاع، وانا قاعد كده حسيت اني مجبر على النوم. حسيت ان في تواصل معين، حد عايز يقول لك حاجه ونام عشان عايزينك كده، نام عايزينك. طبعا اللي هو انا لقيت نفسي بعمل ازاي وانا لسه قاعد على سريري واخد بطانيتي كده وعلى رجلي وقاعد هادي مع نفسي كده. فلقيت نفسي كده اللي هو اديله اوعى اعمل حاجه، اوعى على القطر يعمل حاجه. فلقيت نفسي رحت رايح، فاتقلبت كده فوقت سنه كده ان اعدل نفسي، عدلت نفسي ورحت مديها ضغطتي ونمت على جنب اليمين وقعدت في الاستغفار بقى بستغفر الله استغفار لما رحت في ثواني بقى على طول. انا نمت من هنا ولقيت نفسي قاعد مع شويه ستات، وكان في كام راجل كده جايين كده. فايه دول؟ لقيتهم نساء طوال طيبين، ملابس غريبه، جو غريب، بيوت غريبه ما شفتهاش في حياتي ولا في تلفزيون ولا في خيال علمي حتى، مش فاهم ايه ده. فبعدين في اللحظه دي انا كنت عارف ان انا مع عشيره من الجن. ايه ده الغريب بقى؟ انه ما كانش حلم، يعني انا مش منفصل عن الواقع، لا ده اللي هو كأني دخلت غرفه تانية، مش كأني نمت، لا
في فرق بين اني نمت وبحلم او رؤيه، وما بين اني كاني دخلت غرفه تانية. كان في معاهم بنت كده جميله كده، جمال غير عادي، مختلف شويه عن يعني جمال مريح للقلب، ما اعرفش ازاي، بس هو مش عارف اوصفه ازاي. دول تقريبا كانوا 4 ستات تقريبا، والبنت جم الرجاله بقى نفسهم بقى اللي هم ايه زوجات السيدات دول، هم طبعا كبار، اعمارهم مثلا تحس ان اعمارهم مثلا 200 سنه، بس صحتهم تقول مثلا واحد عنده 70 سنه، لكن اشكالهم تحس انها 200 سنه. فهم كلهم معايا وبيكلموني باحترام شديد جدا، احترام وتوقير. وبعدين انا واقف ما فهمتش في ايه، فلقيت نفسي ان انا واقف مع السيدات دول، يعني عارف كانهم خالاتي كده. فالمهم انا واقف عادي ومرتاح معاهم. والمشكله ان انا للاسف انا عفوي شويه، عفوي في مشاعري شويه، فاللي هو ما اعرفش، انا عجبني جو السبايسي في الموضوع، وانا متابع ان انا يعني ان انا في حته ثانيه. ما اعرفش اللي جابني هنا، مش مخضوض مش خايف، انا كل الموضوع كله ان انا ايه حاسس ان انا في فيلم اكشن. امروني يا جماعه امروني. رجال كبار جايين مع دول حواليا وبيكلموني بيقولوا لي انتوا ليه مش حاسين بينا؟ ليه بتتكلموا عننا ان الجن، كلمه جن كده حاجه وحشه، او ان انتوا بتتعاملوا معانا كلنا ان احنا كده وكنا طرائق كده؟ ده طبعا ما بيتكلموش كتير، فهمتوا عايزين يقول لك احنا جن مسلم واحنا في وسطنا ناس كتير قوي مش مسلمين، وحسسوني بوضع المسلمين مثلا في الهند مع الهندوس، اللي هو مضطهدين معاهم، فهيبقى انتوا كمان بتتكلموا عننا وحش والعالم كله بيتكلم علينا وحش، فبيقول لك انتوا ليه مش حاسين بينا؟ جه في قلب حاجه تاني في وقتها، يعني حسيت جالي حاجه تاني من ناحيه الطعام. الطعام يعني انا مثلا كنت من فتره كده كنت سمعت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما الجن المسلم راحوا له قالوا يا رسول الله طب احنا ناكل ايه، او يعني ايه اكلنا؟ فقال لهم يعني ان شاء الله كل طعام ابن ادم، كل عظم ابن ادم هيسمي الله عليه، ده هيبقى طعامكم. ربنا بقى ايه هيصيغوا ليهم في صوره طعام معين يعني. فانا من فتره طويله كان في شيخ قال لي الكلمه دي، قال لي لما يبقى عندك حبه عظم كده معين اركنه في طبق واركنه على جنب وسمي الله عليه وسيب العظم ده، علشان اخوانك من الجن المسلم بيجي ياكل منه، ربنا بيعملوا بكيفيه معينه تناسبهم وهم بياكلوا منه، فده طعامهم. فحسيت يعني ان انا المفروض يعني حسيت يعني زي عايزين يقولوا يعني اعمل الموضوع ده وما تتكلموش كده عننا ان احنا وحشين، احنا كويسين، احنا في مننا كويسين وبيحبوكم وبيتعلموا منكم، او يعني بنقدسكم وبنحترمكم، يعني في منهم كده. طبعا هم دول فئه اقليه، انما في فئه كبيره جدا طبعا اعوذ بالله يعني. طبعا انا الحدث ده انا طالع مش فاهم منه حاجه، لكن قلت برضو اللي حصل ده هل دي تجربه سيئه او حاجه مثلا ليها ضرر معين؟ في النهايه قلت لا، قلت والله وارد فعلا يكون اللي حصل ده عمل طاقه معينه خلاني شفت حاجه معينه في وقت معين وخلاص. طلعت منها بنتيجه ان الواحد ما يعممش الحاجه السيئه على كل حاجه. يعني فعلا قلت ايه المشكله؟ ايه المشكله فعليا لما نتكلم على الجن المسلم نقول ربنا يرضى عنهم وندعو لهم، لانهم برضو يعني اخواننا برضو يا جماعه، يعني هم يعني شركائنا على الارض واللي جم قبلينا كمان، وربنا ذكرهم في القران. ودايما احنا مع بعض الجن والانس، الانس والجن، دايما احنا الانس والجن مع بعض حتى في القران مع بعض. فمش شايف ان في مشكله لو احنا دعينا للجن المسلم وقلنا ربنا يرضى عنهم، ربنا يدخلهم الجنه، ربنا يكرمهم، اي حاجه. اخواننا جن مسلمين. طيب اما التانيين ربنا يعني ياخدهم بقى، ربنا يبعدنا عنهم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايا كان. طبعا في ناس ممكن تنكر الكلام ده وتقول حاجات، انا عادي يعني، اللي حابب ينكر براحته ما عنديش مشكله خالص، هو مجرد حاجه حصلت حبيت انقلها، مش فارق معايا ردود الافعال قوي، لاني الموضوع عادي يعني، مش يعني انا مع اي راي يعني. لو حد قال لا ده دي حاجه مش كويسه، ماشي معاك يا سيدي، دي حاجه كويسه معاكم برضو عادي. هو اصلا الموضوع يعني كانت حكايه وخلص، حبيت احكيه كدردشه كحاجه كده يعني اكشن شويه، احكيها لكم قصه مختلفه شويه، لعل وعسى ده مثلا ممكن يعطي شيء من الحذر والاحتراس واحنا بنعمل حاجات معينه، نبقى مركزين شويه. مفيش مشكله لو احنا خدنا فكره. بالمناسبه يا جماعه كورس الحجامه بدا النهارده اول حلقات كورس الحجامه. اللي حابب يشترك في هذا الكورس الجميل في رقم موجود في صندوق الوصف، رقم واتساب، ابعتوا رساله على الواتساب وهينسقوا معاكم ان شاء الله. الكورس محترم جدا، مهم لكل الناس. شكرا لكل شيء. الحلقه الاخر اتمنى لكم حياه سعيده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.